اسمعوني، في يوم من الأيام بالتحديد، يوم ما شركة بابجي صحيت من النوم وقالت احنا زهقنا من الشمس. نعم، الجو بقى خلي الناس تسلم على السلاحف وقلبوا اللعبة تلج. تلج يا معلم، تلج، لدرجة ان اول ما تفتح الجيم تلاقي شخصيتك بتعطس وتقولك لو سمحت اديني جاكيت براون ولا روح العب روبلكس وخلاص. وانا راجل عادي داخل اجرب التحديث، لقيت الدنيا بيضة والهوا لونه لون الثور كده ومفيش حد لحد ما سمعت صوت خبط. ببص ورايا لقيت بطريق، والله بطريق ماسك طاسة وشايل نص جوافة جليد. اقسم بالله كان في روح شريرة في عيني. بطريق ولا بلطجي ده؟ المهم البطريق ده جاي ليه كده عامل فيها فتوة، عمال يعمل صوت بوووو وانا مش فاهم هو يهددني ولا بيطلب اكل ولا بيقول لي هات مرافق ولا ايه. وفجأة بام، سمعت صوت حد بيزعق. يا ابني انت بتكلم بطريق ليه؟ اجري يا كوبروس. ببص لقيت واحد نازل عليا من فوق جبل الجليد لابس بدلة مضروبة والشنطة عاملة صوت كركبة. أول جملة قالها أنا جاي هنا أعمل تاريخ وأمحى أي حد قدامي حتى لو بطريق. أنا قلت لنفسي ده شكل واحد من جيم البوتات اللي فاكر نفسه ريجند. يا ولاد اللذيذة، كانت ريحة السذاجة مالية الهوا. المهم الواد داخل بيهزر، راح ضارب طلق التحذير في الهوا والطلقة رجعت له في دماغه من كتر الساعة. هنا عرفت ان التلج مش هزار. دخلت جوه المدينة الجليدية لقيت الناس بتتزحلق على الأرض وفي واحد قاعد على ركبه بيقول رجلي اتكسرت من غير ما حد يضربني يا جدعان. وبعدين سمعت الصوت اللي بيهز أي محترف، صوت خطوات تقيلة. طلع عليها أكبر بطريق في تاريخ البشرية. بطريق مش بطريق، ده بيج شون نسخة ثلجية. اقسم بالله كان ممكن يبعتني اللوبي من غير ما يلمسني. البطريق ده جاي عليا بسرعة وانا قلبي وقع. جريت وراه زي اللهب وفجأة لقيته وقف وبصلي ومد جناحه وبدأ يرسم دايرة على الأرض. دايرة دايرة ملاكمة، شغب، طقس. يا جدعان البطريق بيتحداني وانا راجل عندي كرامة، بس التلج والخوف والصوت اللي بيقول اعمل حاجة يا راجل خليني ادخل الدايرة. واول ما دخلت البطريق راح رافع جناحه وخبطني خبطة خلت الشخصية تعمل فليب 360. نزلت على الارض وانا بقول اللي حصل بعد كده كان قلة أدب من الطبيعة نفسها. جاي لاعب من بعيد شافني واقع، راح جاي يقول لي قوم يا عم قوم، ده بطريق مش سمكة قرش. قلت له انت ساكن معانا في نفس التلج ولا ايه؟ وفجأة البطريق رجع تاني وراح واخد اللاعب في حضنه ورماه من فوق الجبل. انا هنا قلت لا ده مش تحديث، ده عقد احتراف. واول ما طلعت فوق شفت اجمد منظر في حياتي، مدينة كاملة اتحولت تلج، شخصيات بتتزحلق، ناس بتعيط، واحد عمال يقول يا جدعان السلاح تلج جوه مين سخنه. وهنا بدأ عصر التلج الحقيقي وبدأ مسلسل العذاب وبدأ موسم الضحك، لأن التحديث ده مش جيم، ده فيلم أكشن زائد كوميدي زائد مجال التدفئة. وأهم لحظة لما لقيت البطريق الكبير واقف فوق الجبل فاتح جناحه وعامل زي زعيم العصابة وبيزعق من النهاردة التلج لرجالة التلج. وكل الناس بتجري تحت وانا واقف بقول يا نهار ابيض، ده لسه عدى 10 ايام بس على التحديث ده وبابجي بتختبرنا بأقوى اختبار في تاريخ بابجي موبايل وهو موسم التلج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنساش تحط تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتشوف الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات اللي جاية، ويلا سلام.